أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أحداث وأمور تثبت. أنا خلاص بقيت أحط نقط، مش هحط أكتر من كده يعني. لكن أقول كلمة تثبت أحداث، تثبت تفرد، تثبت سبق، تثبت إعجاز، تثبت أمور خرافية بمعنى كلمة، بس بالمسمى يعني مسمى الدارج خرافية، يعني أمور يفوق العقل البشري تصورها لكن صحيحة 100% وتحققت. حاجة أشبه بالمعجزة. أقول أشبه، ما قلتش معجزة بالمعنى عشان قلت الكلمة دي طبعا يعني ضخمة جدا وليها متطلبات. شخص متفرد تماما، غير مسبوق، الحمد لله، أحمد ربنا وأشكر فضله بإمكانياته، بقدراته، بإنجازاته على أرض الواقع. فأنتوا حطوا اللي أنتوا شايفينه يعني. عايزين يحطوا حاجة تانية غير ده يا سيدي، أهلا وسهلا. في حد عايز يحط لا ما بيفهمش حاجة، أحداث أمور تثبت ما بيفهمش حاجة، حط ده، ما عنديش مشكلة خالص. لأن اللي بيرد عليك اللي بيرد عليك الحقيقية والأحداث والأمور الواقعية، يعني مش مجرد كلام على فكرة. خلوا بالكم إني خلاص مرحلة الكلام انتهت من سنين طويلة جدا، ده كان في البداية. خلوا بالكم مش أي كلام الناجح الحقيقي الواقعي المظبوط المختلف المتفرد الغير مسبوق اللي أول مرة بتسمع الكلام ده في أي قطاع، تحليل، تقييم، توقعات لاعبين، أحداث وأمور، تقييمات، أهم من طبعا الكريزة، الابتكار والتطوير والأفكار، حدث ولا حرج بقى، خد من ده لبكره. تمام. وغيرها طبعا، استراتيجيات أندية، استراتيجيات إعلام، كل حاجة الحمد لله، أحمد ربنا وأشكر فضله. طيب النهاردة يمكن حلقة نعملها حلقة خاصة شوية، هتكلم فيها باختصار إيه هي المشاريع اللي خلاص يعني. طبعا الامر ده اصلي يعني اتسالت فيه اكتر من مره، قالوا لي يعني ايه مشاريع يعني. طبعا في ناس كتير سمعت الفيديوهات اللي فاتت وفي ناس ما استوعبتهاش قوي، فانا هبسطها بشكل افضل، وكمان بذكر نفسي على فكره، لان انا فعلا في خضام الاحداث وزخمها في حاجات فعلا بنساها بجد، حاجات كتير بضطر ان انا ارجع تاني، لازم ارجع ان انا استزيد او ان انا افتكر او اتذكر من فيديوهات. يعني بحب الفيديوهات يمكن اكتر شويه من الامور المكتوبه. الفيديوز اسرع وافضل، او المقاطع بمعنى صح اسرع وافضل، وفي نفس الوقت بتفكرني بشكل احسن. طيب الموضوع ببساطه يا جماعه، يعني ايه مشروع؟ هو مش مشروع يعني مشروع دارج، يعني الحاجه الدارجه اللي هو مشروع بالتكسب، لا طبعا. مشروع انا يعني حاجه جامعه شامله، مش مجرد فكره ولا ابتكار. الاول احنا بدانا بايه؟ انا بدات بحاجه زي حلول لمشكله ما عن طريق الأطروحة دي اتفقت معاكم قبل كده كتير جدا على فكرة، مش كل حاجة طبعا، أقصد يعني على سبيل المثال يعني. بتبدأ من أقل حاجة الأطروحة يعني إيه؟ يعني واحد بيطرح شيء يا سيدي، يعني صحيت كده من النوم قلت بصوا يا جماعة أنا هخلي مباراة كرة القدم تكون 60 دقيقة، دي أطروحة. لكن هل هي فكرة؟ لا، لسه ما ترتقيش لفكرة. تطوير؟ لا، مش تطوير، لأن التطوير بيكون لحاجة موجودة فعليا، بس بيكون لأفضل شيء، لأفضل يعني. تمام. ابتكار بتبقى عالم الفكرة، يا إما بتبقى مجموعة أفكار في ثوب واحد زي ما بيقولوا، يا إما بتكون حاجة منفصلة بس حاجة أعلى وأقوى. تمام. زي الوقت بدل الفعلي مثلا، ده ابتكار، فكرتي الخرافية أو ابتكاري الخرافي. تعالى زي مثلا الحافز الإبداعي، ده ابتكار خرافي مذهل بمعنى الكلمة. تمام. أدي مثل آخر، زي حاجات كتير جدا. تمام. طبعا الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله، دلوقتي يمكن عدينا ال 250 ابتكار وتطوير وفكره. طيب تعالى حضرتك، الاطروحه تفضل اطروحه لحد ما تتحول يا تطوير يا ابتكار يا فكره، او تطوير فكره ابتكار. الاطروحه ممكن جدا تكون شيء خزعبلي ملوش ما اخدش بيه. يعني مثلا احد الاشخاص مره اللي بيقولوا عليه بقى ملك مش عارف ايه وملك ايه، طلع قال لك ايه مش عارف اطروحه معينه، وطلعت رديت انا بالتفصيل حاجه كده، بص ملهاش علاقه بالواقع اصلا، ما تنفعش، حتى لو اتحققت هتبقى فاشله تماما، وقلت بالادله. فدي اطروحه، حاجه اتقالت وفشلت تماما، يعني اتوأدت في مهدها زي ما بيقول. امتى بقى ابدا اقول تطوير؟ لما قلت انها تكون حاجه خاصه بشيء موجود فعلا. يعني مثلا شيء زي مثلا التسلل. قانون لما كان في التسلل كتسلل هو اوريدي مش بتاعي، ده بتاع الفيفا من سنين طويله، لكن انا بعمل حاجه اسمها تطوير للتسلل. تطوير ممكن جدا يرتقي للفكره جدا، يعني ممكن جدا يكون شيء جديد تماما في شيء كبير، شيء واسع اسمه، او قماشه واسعه فضفاضه اسمها التسلل. فانا بعمل فيها فكره بتأدي لي تطوير رائع جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت بيبقى شيء مميز بيرتقي بالحاجه دي وبيقفل اي ثغره. تمام.
تعالى مثلا لمسه اليد، نفس القصه، حاجه انا مش اللي ابتكرتها، لا اللي ابتكر لمسه اليد او فعليا هو قانون موجود في الفيفا، لكن انا عملت ليه تطويرات اسمه تطوير، لكن ممكن اقول فكره تطويريه او تطوير عن طريق فكره وهكذا، لكن ما بتعتقدش ابتكار يعني مش للدرجه يعني. وممكن جدا توصل ابتكار طبعا، تبقى حاجه كده جديده تماما. مثلا يعني كان زمان مش زمان يعني من فتره قريبه عملوا حاجه اسمها ايه، الحكم الرابع، وكانت وقتها عملوها لاهداف معينه كانت قاصره جدا وقليله جدا ومش الاهداف الصحيحه، بعدين لغوها يعني انا اسف لفظ ما اقول يعني بسذاجه متناهيه، لانها مهمه جدا وكانت فارقه جدا. فانا وعملوها غلط كمان، فانا حضرتك قعدتها من جديد، لكن قعدتها بشكل افضل جدا رائع جدا، بمهام مختلفه تماما، بامور ايجابيه اكتر بكتير، بمهام بطريقه مميزه وهكذا. فده اصبحت دي كانها فكره جديده وممكن ترتقي الابتكار، لان هي حاجه جديده تماما في مهمات في هيكل اللعبه نفسها بشكل كامل. تمام، وهتأدي فوائد رائعة. ده مثل آخر. تمام، فأدي مثل. لكن فأرجع تاني بقى لقصة المشاريع. قصة المشاريع هي إيه؟ لما ببدأ أجيب بقى كل الكلام ده، يا إما زي ما قلنا أطروحة اللي تتحول لابتكار لتطوير أو فكرة أو ابتكار، أبدأ حضرتك أنا أخدها ممكن جدا اشعبها، اكبرها، اعمل لها توب فضفاض اروع واحلى 100 مره او بكتير يعني، وابدا اخدها في حاجه اسمها مشروع. يعني ايه مشروع؟ يعني شيء على ارض الواقع. يعني الفكره او الابتكار او التطوير ممكن جدا تفضل زي ما هي على الورق، لكن موجوده بتفاصيلها بكل حاجه، لكن على الورق، لان ما فيش يعني زي ما بيقولوا ايه، يا اما ما فيش القدره الماديه او اللوجستيه ان انا ابدا انفذها دلوقتي، زي مثلا لعبتي المتفرده الخرافيه، لعبه كامله متكامله بكل انواعها بكل محتواها كاملا، بقوانينها بنظامها بكل حاجه فيها. تمام، لكن مش قادر اعمل ده لظروف ماديه ولوجستيه. طيب فانا بحتفظ بيها الفكره او الابتكار ما زال على الورق، لكن كامل متكامل اللي هو يتنفذ بكره ويعمل صدى خرافي، مردود مذهل. طيب لكن في حاجه اني انا مثلا لا اقدر اعملها على ارض الواقع، زي الوقت بدأ ضايع الفعلي، مش انا اللي عملتها، اتعملت من طرف تاني، وطبعا هاخد حقي باذن الله، لكن ادت لايه يا فندم؟ شوف ادت لايه، شوف الفوائد المذهله. تعالى لحاجات اخرى زي موضوع الحكام، موضوع عدم لمس الحكم، التعامل معاه من قبل الكابتن الفريق فقط، موضوع مش عارف الفار زي ما شفنا من قريب، حكايه ان هيتم توسيع، ودي برضو افكار المدويه الحمد لله قلتها كتير جدا جدا جدا، او تطويرات، افكار بتطويرات زي ما بيقولوا لشيء الفيفا اللي عامله، او مش اللي عامله طبعا الاتحاد الهولندي، لكن الفيفا اقره من سنين، وبعد كده انا بطور فيه، وسبحان الله اللي انا قلته من سنين هو اللي هيتنفذ دلوقتي كالعاده. مثلا ابتكار المذهل الاربع كروت على سبيل المثال، مثلا اللي متاكد تماما انه هيتعمل الفتره القادمه، بس هيتعمل 3 كروت فقط، لكن هو نفس اللي انا قلته كتير جدا على توسيع صلاحيات الحكام من ناحيه القرارات الاداريه، مهمه جدا يا جماعه، وغيرها وغيرها، حدث ولا حرج، عشرات الامور. طيب فزي ما بقول للمشروع هنا يا فندم بيبقى الشيء خلاص يعني اللي هو خلاص بيتنفذ فعليا، لكن مش كده وبس بيتنفذ، ممكن جدا ادمج فيه مجموعه من الافكار، مجموعه من الابتكارات تخدم على بعضها في مشروع واحد. مثلا هدي امثله، مثلا المشاريع اللي هنبدا فيها باذن الله او ان شاء الله باذن الله المفترض ان نبدا نشتغل عليها ان شاء الله الفتره اللي جايه، واشتغل عليها الفتره اللي جايه بشكل يعني يكون بشكل ملموس. ده الفرق على فكره، يعني في حد يقول لك بشكل حقيقي بشكل واقعي، لا طب ما هو اللي موجود على الورق ده حقيقي وواقعي والله، وانا بقول لك الدليل انه من بكره حضرتك خده كده يعني نفذه، هتلاقيه بيتنفذ معاك بكل بساطه وسلاسه، وفي كل شيء يعني اي حاجه تفكر فيها تلاقيها موجوده في الفكره او الابتكار او التطوير اللي انا عامله. تمام، او بعد كده لما يبقى مشروع سهل جدا، لكن حته انا بقول ملموس يعني موجود قدامك فقط، منفذ، ده ادي الفرق. لكن ما تقوليش واقعي وحقيقي، ما هو ده واقعي وحقيقي برضه اللي على الورق. في ايه يا جماعه؟ نفس القصة. وهو كاتب المشهور مثلا لما يبدأ يقول لك مثلا ايه مقالة بيعملها، المقالة لما بيعملها كتابية مش هي نفسها لو طلع قالها بصوته في احد اللقاءات هي، لكن هنا ملموسة اكتر، وهنا انت حضرتك بتاخدها بطريقة معينة، بحواس معينة، حاسة العين فقط او النظر، لكن لما بسمعه بشوفه بشاهده وبحسه بشكل اكتر، ملموسة بشكل اكتر. ممكن كده اكون قاعد قدامه وهو بيقول لي المقالة دي مثلا، فبتبقى ملموسة اكتر واكتر وهكذا. تمام، ادي الفرق. لكن هي نفس المقالة هي نفسها، بس بتطرح او بتتقال بطريقة، او يعني الشكل بيختلف فقط حسب المتلقي. تمام، طبعا هي الافضل اكيد انها يتم تنفيذ كل الافكار والابتكارات دي، طبعا ده ما فيهوش جدال، لكن ده المتاح؟ لا مش متاح للاسف.
كويس تمام. فعلى الاقل احفظ حقوقي واخلي الامر ده للافاده المستقبليه باذن الله ان شاء الله. باذن الله قدرت ان انا انفذها بنفسي، ده طبعا افضل واروع شيء، لكن ما قدرتش على الاقل تبقى الحاجه مثبته ومؤكده وتدي الحقوق كامله. طيب فاول حاجه اجي المشروع الاول يا جماعه اللي قلت المشروع الاعلامي. المشروع الاعلامي ده خرافي بمعنى الكلمه، اللي هو المشروع اللي بيختص بيه تنظيم، هو مش تنظيم، هو منظومه كامله بمعنى الكلمه للاعلام الرياضي والكروي على وجه التحديد، زي ما شرحته كتير جدا. ويرجعوا لي شرحي للامر ده، شرحته كتير جدا جدا واكدت ان هو عباره عن شيء منظم كاملا بمعنى الكلمه للجانب الاعلامي الكروي، واللي عانينا منه تماما 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 طول السنين اللي فاتت. فوائد رائعه، اقل ما يقال عليها رائعه بمعنى الكلمه. ازاي ان حضرتك هتشوف اعلام بجد بجد، اللي بيجري ده كله مش علاقه بالاعلام الكروي نهائيا. هينتهي تماما كل السلبيات بكل اشكالها والوانها. طبعا مش عايز افصل وافصص عشان الحلقه ما تطولش جدا، كل ده شرحته بالتفصيل، ارجعوا له بعد اذنكم. فده المشروع الاول. طبعا مش عايز اقول يعني نواحي اقتصاديه جباره، هتعمل حاجه فظيعه. وطبعا مش هقول تاني ان كل المشاريع سواء المشروع ده او اللي لسه هقوله وغيرها وغيرها وكل افكاري وابتكاراتي وتطويراتي كلها في السوبر بول بكاملها بكل مشتملاتها. عشان كده ما قلت لعبه متكامله رائعه خرافيه مدويه غير مسبوقه، هتتفوق تماما 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 على جميع الالعاب وبالذات كره القدم. يعني حضرتك ده اقل ما يقال. طيب خش على المشروع الثاني او ادخل على المشروع الثاني تماما. المشروع الثاني يا جماعه هو آفة ويعني وبلوى بنعاني منها دلوقتي، ومش دلوقتي وبس طول الوقت، لكن كل شويه تطفو على السطح كده وتعمل ازمات ومشاكل كبيره من جميع النواحي، رياضيه واعلاميه وماديه وكل حاجه. وكالعاده كالعاده كالعاده بيمشوا باسلوب رد الفعل، وكله على طول ينبغي انه يبدا بقى يفتح المنصات الاعلاميه والمش عارف ايه، والناس تهتم والمسؤولين وكلام من ده فتره، وبعد كده الكيرف كالعاده ينزل في الحضيض ونبدا نرجع من الاول ونستنى كارثه ومشكله ومصيبه جديده. ما يسمى وكلاء اللاعبين، والامر اللي شغال برضو كالعاده بفوضى متناهيه، بلا ضابط بلا رابط بلا نظم بلا لوائح بلا اي حاجه في الدنيا. حتى اللي ما يسموا، على فكره مش بتكلم على قصه المعتمد والغير معتمد، واللي دلوقتي الامر اصبح ان في ناس بتوكل او ابهاتها واخواتها واولادها، وحاجه عجيبه جدا. فيعني بص يا جماعه الدنيا خربانه. لا مش بتكلم على كده يا فندم، انا بتكلم على حاجه اسمها وكيل حقيقي، وكيل مظبوط بأسس بلوائح بقوانين، مش وكيل المعتاد اللي هو واحد بينقل واحد من بيودي من نادي لنادي وانتهينا، ولا من منشأة لمنشأة. لا يا فندم، دي منظومة متكاملة بكل معاني الكلمة. مش نظام، أنا آسف يعني في اللفظ، مش نظام أنا بعت البيعة وانتهينا. لا طبعا، في حاجة أهم وأدق وأقوى ألف مرة، حاجة اسمها ما بعد البيع. إزاي إن أنت إزاي بتتعامل مع ده اسمه الموكل بتاعك على فكرة. ازاي انت مسؤول عنه، ازاي انت قدامي بتبيع لي اللاعب وانا ضامن، يعني اسف اللفظ اقول بكلمه بالضمان بجد، وانت بتتابع معايا وانت معايا في كل التفاصيل، ولما بخاطبك انت، لما بتحصل مشكله انت المسؤول عنها، انت المسؤول عن تقويم اللاعب بتاعك، انت مسؤول عن كل الجوانب الفنيه داخل الملعب، انت مسؤول عن الجوانب الحياتيه خارج الملعب، انت مسؤول عن التقويم، انت مسؤول عن كل شيء. ده المفروض انا عليا دور طبعا بعد ما اللاعب بقى عندي بين اسوار النادي بتاعه والمنشاه بتاعتي، لكن انت عليك دور مهم جدا جدا جدا، انت اللي جايبولي في الاساس. يعني عليك دور ما قبل ما تجيب اللاعب او تسوقه، وعليك دور بعد ما تجيب اللاعب وتوديه النادي، وعليك دور في استمرار اللاعب في المنشاه او حتى اي منشاه اخرى. ازاي ده؟ حاجة جبارة عملتها، أفكار مذهلة للأمر ده على أعلى مستوى، فوائدها لا تعد ولا تحصى. دي مشروع 2، طبعا بشرح باختصار على فكرة، لكن لو قعدت في كل حاجة من دول هقعد لحلقات. رقم 3 المشروع المذهل الخاص بيه مسألة العقود. كل ما يخص العقود، الكوارث اللي شايفينها بسبب العقود والمشاكل المعتادة، كل ما يخص العقود وانتقالات اللاعبين والحاجة اسمها ملف اللاعبين والمدربين كاملا يا جماعة، انتقالات إعارة، عروض، كل حاجة يا جماعة. مشروع زي ما قلت متكامل يختص بيه ان حضرتك بتقفل تماما تماما حنفية الكوارث والمصايب والسلبيات الضخمة اللي حاصلة دلوقتي، العشوائية، العك، كل حاجة ممكن تتخيلها حضرتك، التربح المادي، التدليس، الشبهات، كل حاجة ممكن تتخيلها. عن طريق ايه حضرتك؟ عن طريق مشروع رائع. ازاي؟ حاجة اسمها ازاي
تنظم الامر ده ازاي انه يكون جوه منشأة محددة. ايه المنشأة دي بالتفصيل؟ تتبع ايه؟ عبارة عن ايه؟ مين اللي موجود فيها؟ مؤهل ازاي للتعامل الكامل في كل ما يخص العقود بشكل كامل، كل ما يخص ملف اللاعبين والمدربين بشكل كامل، كل ما يخص الاتفاقيات بشكل كامل، كل ما يخص أي شيء في الدنيا يختص باللاعب في مسألة الانتقالات، أيا كان اسمها، أيا كان محتواها، أيا كان الشيء ده اللي بيتم في ملف، كل ما يخص ملف اللاعبين والمدربين. عشان كده قلت إن أعم وأشمل أقول ملف اللاعبين والمدربين، مش انتقالات فقط. كل حاجة يا فندم هتبقى مقننة، محددة، منظمة، مثبتة بكرر 3 مرات اهو. وطبعا يعني زي ما بيقولوا كده، اللي بيبقوا بالإشارات يفهموا. والكوارث اللي حاصله الاساسها ده، واللغط والشد والجذب، وكله طالع يقول لك اصلي وفاصلي، الاصلي مش عارف العقد ده بكام، لا ده مش عارف ايه، لا ده موثق بكام، لا ده اتحط في اتحاد الكوره بكذا، لا ده الاتفاقيات اللي حاصله ما اعلنتش، ما تمش اعلانها. ودي برضو من الحاجات العجيبه والكارثيه، واقل ما يقال عليها ان عدم شفافيه، مش عايز اقول تدليس، مش عايز اقول امور اخرى، تمام، شبهه كمان. لا كل ده يا فندم نتلافاه تماما. وصل الامر ان في المجال الاعلامي يطلعوا دلوقتي ان هم كانوا بيستجدوا الانديه، بيستخدموا منشآت. هو الانتقال ده حصل بكام يا جماعه؟ ما تعلنوا يا جماعه، ما تقولوا تعاقد ما يسمى الصفقه كامله كام يا جماعه. حاجات عجيبه. بص يعني شوف وصل الامر لكده، لان ما فيش لا ضابط ولا رابط ولا لوائح ولا قوانين ولا اطر ولا نظم ولا اي شيء في الدنيا. فالامر متساب ايه انا اسف اللفظ، اللي يعني زي ما بيقولوا كده لكل شخص وذمته بالبلدي كده، تمام. فليه اترك الامر كده؟ يعني ممكن جدا الناس تكون هي ناس اساسا سويه، وناس لا تشوبها شائبه، لكن في ظل التعامل ده بتؤدي ان هي ممكن جدا تحط في شبهات اصلا من الاساس. ليه ان انا قعدت على العقد واقول ده بكذا او ما اعلنش، او الكلام الفاضي ده ازاي يعني؟ لكن هنا في جهة ملزمة بتوضح تماما ان هي عن طريقها يا فندم كل شيء تم في الجهة دي، في المنظومة دي، في القطاع ده من المنظومة المتكاملة. ادي بكل بساطة من الالف للياء، من الاتفاق، الايميلات، تبادل التواصل، او مثلا نادي كذا انا عايز اللاعب الكذا، مفيش حاجه اسمها لاعب كذا دي تروح على النادي نفسه. لا يا فندم، لا مش هتروح على النادي نفسه. هنا بقى ساعتها لما اجي اقول في جهه منظمه، هنا حضرتك نادي سين، سواء انا لو بنتكلم بره مصر، احنا دلوقتي في جوه مصر الامر منتهي سهل جدا، من اسهل ما يمكن، معروف تماما انت نادي كذا عايز لاعب في نادي كذا، ما بتروحش للنادي يا فندم، انت بتروح للجهه دي، بتخاطبها يا جهه دي انا والله عايز اتفاوض او عايز اتعاقد مع اللاعب سين، سواء كان نزل في الانتقالات او ما نزلش، النادي بتاعه طرح البيع او غيره ايا كان. طيب جميل، انا هعمل لكم اتصالاتي او معامل اتصالاتي يا نادي صاد، النادي ده او نادي سين، النادي صاد عايز اللاعب بتاعكم، ايه الدنيا؟ والله اوكي تمام، لا ده طبعا عرضهم كام؟ عرضهم مثلا 10 مليون، تمام، لا اسفين جدا العرض بتاعنا كذا. وخلوا بالكم احنا قلنا بقى ايه، ما لسه برضه جاي المشروع الاخر اللي هو برضه من ضمن القصه دي، منظومه خاصه بتثمين اللاعبين. هرد انا ساعتها اقول لهم لا، ده المنظومه الخاصه بتثمين اللاعبين او القطاع الخاص بتثمين اللاعبين داخل المنظومه الخاصه بملف اللاعبين والمدربين بكل بساطه يا فندم. لا بيقول لك اللاعب ده اقصى سقفه كذا، ابص عندي هلاقي عندي لسته فيها مثبت تماما اني لا ده تم تثمين اللاعب ده في توقيت الصحيح للتثمين كل سنه، واقول لا ده اللاعب ده تثمينه بكذا. وعلى فكره مش كل سنه وبس، ده في الانتقالات كمان الشتويه، يعني ممكن جدا يتم امور اخرى تؤدي ان التثمين يختلف، تمام. طيب في فترتين الانتقالات بيتم التثمين، فيجي حضرتك يقول لك لا ده اللاعب تم تثمينه في الانتقالات الحاليه مثلا، لا ده هو يوازي مثلا 12 مليون، انت بتقول عايز 15، ما ينفعش، انت سقفك 12. عندك قبول للامر ده ولا مش قبول؟ هيقول لك لا عندي قبول. طب خلاص تمام، التفاوض كله بيتم عن طريقي هنا، تمام. او لا نادي اخر بيكلم نفس الكيفيه بنفس الطريقه، ما فيش بقى المهاترات والعك والكلام الفارغ اللي بيجرى. طيب العقود بتتكتب والدنيا تمام وانتهينا، كله عن طريقي، عقود وكلها موثقه. على فكره كل المقابلات وكل المداولات بتسجل صوت وصوره،
بحيث اني سي مثلا ملف اللاعب مثلا سين، ملف اللاعب سين ده من اول لحظه، من اول المخاطبات الرسميه اللي تمت ما بين الانديه والجهه المسؤوله اللي بقول عليها، لحد ما يتم التجمع والاجتماع في نفس الجهه دي، واللاعب بيجي برضه في نفس الجهه دي، كل الاجتماعات بتتم في نفس الجهه دي، مفيش اي مخاطبات او اجتماعات تتم بره الجهه دي بلا جدال. وان تم التاكد والتيقن او التثبت من حاجه زي دي، اوتوماتيك بتبقى في عقوبه رادعه للي بيعمل ده، وممكن توصل لقفل القيد، وممكن كمان وغرامه ماديه ضخمه جدا. تمام، ادي مثل. طيب فحضرتك هتيجي تقول ايه مثلا اللاعب ده خلاص تمام تعالى، طبعا الفكره موجوده كامله، انا اعملها الحمد لله احمد ربنا اشكر فضله موجوده بكاملها، كان باكدها تاني. تعالى حضرتك يلا اقعدوا. تمام، كل ده بيصور وبيسجل صوت وصوره. تمام، بعد ما خلصنا وانجزنا القصه دي تماما، بيتم كتابه العقود 3 نسخ، نسخه مع النادي ده ونسخه مع النادي ده ونسخه مع الاتحاد المسؤول ونسخه مع اللاعب، 4 نسخ، ونسخه بتكون مع اللاعب. دي بكل بساطه، وبيتم تصوير الكلام ده بالتفصيل مصور كاملا، بحيث ان اي شيء يحصل او اي امر يحصل وبيصور تماما العقد بتفاصيله، وبيصور مكتوب فيه القيمه الماديه كذا وهيتم على نظام كذا وكل حاجه. كل ده بحيث ايه؟ ان حضرتك لما تعلن انا اعلنت، طب حد يشكك، طب اللي شككت ده عندك دليل؟ عنده دليل مثلا بيقول لا الكلام ده ما حصلش، او الكلام ده مثلا مش هو، لا انا عندي بقى الادله الكامله موثقه صوت وصوره، وابدا ساعتها ان انا اطلع الكلام ده اعلاميا، اطلعه بكل سهوله، ما فيش على راسي بطحه زي ما بيقولوا. زائد ان الانديه خلاص نقت بنفسها تماما، لان في جهه مسؤوله عن الامر ده. فهنا اللي يخاطب مش الانديه يا فندم، لان الانديه دي انا اسف في اللفظ يعني ممثله من مين؟ ممثله من مجالس ادارات. مجالس الادارات دي او المسؤولين اللي هم بيعملوا الامور دي. انت يعني انا اسف يعني هل انت تقول ان النزاهه مطلقه؟ لا طبعا، وارد يبقى فيه تصرفات خاطئه، وارد يبقى فيه امور فيها شائبه، والا ما كانش فيه يبقى الرقابه الماليه يا فندم، والا ما كانش يبقى فيه رقابه رياضيه كمان. ادي مثل بسيط. لكن هنا لما تقفل الامر ده تماما، وبدل ما تستنى انت كل سنتين 3 تروح تعمل لي رقابه ماليه، وتكون الامور تاهت كده في زخم الاحداث، وحاجات كتير ممكن يتلعب فيها، لو فرضنا اللي عنده الجزئيه دي، انا ما قلتش ان الكل كده طبعا، انا بقول اللي عنده الجزئيه دي، لكن طبعا دي نفس بشريه، انت بتتعامل في الاول وفي الاخر مع نفس بشريه، ومع اختيارات اوقات كتير جدا بتبقى خاطئه، سواء مجالس ادارات او مسؤولين عن اي قطاع. المهم، فادي مثل بسيط جدا او مشروع رائع بكل معاني الكلمه. داخل فيه ايضا موضوع التثمين زي ما قلت، ده من ضمن، ما هو ده مشروع متكامل، جزئيه للتثمين اللاعبين والمدربين، جزئيه ليه الخاصه بكل ما يخص العقود تماما كامله سواء بره او جوه زي ما ذكرنا. والامر ده بيبقى من اروع فكره، هيبقى برضو ليه هامش ربح رائع جدا جدا جدا. اولا الاموال اللي بتدفع بتبقى خلاص معروفه، عم تعرف ايه، بيتم الحفاظ على حقوق كل الانديه حتى حقوق الرعايه كمان، الامر كله بيتم عن طريق الجهه المسؤوله دي. تمام. كمان فوق ده كله ان انت ممكن جدا تعمل رسوم بسيطه، رسوم بالنسبه للاعب منتقل ب 10 15 مليون، لما تعمل الامر ده في الجهه المسؤوله برسوم بسيطه، الرسوم دي تروح للجهه المسؤوله، بس طبعا مش هتاخدها، بتديها الانديه الاصغر. ادي مثل بسيط، لما الانديه الاصغر دي تستفيد بيها يا فندم. تمام. طيب تعالى كمان لنقطه مهمه جدا جدا، ودي بقولها لاول مره، دي فكره تعتبر جديده، هبقى اعملها حلقه ان شاء الله. ليه ما يكونش في حاجه اسمها صندوق رعايه اللاعبين المحتاجين؟ وما اقصدش محتاجين دي كلمه وحشه، انا اسف، يعني محتاجين الرعايه عشان اكون ابسط، يعني محتاجين لامور صحيه، محتاجين. تمام. ليه ما يكونش في مستشفى مختصه، بدل ما انا اودي اللاعب في اماكن بعيده ولا اماكن خاصه، اسف، ولا يروح لدكتور خاص ولا كلام من ده. لاعب يعني اعوذ بالله لاعب عنده شيء سيء قوي او حاجه صعبه جدا او شيء مزمن، او لاعب بيمر بوعكه صحيه جديده او ايا كان، او فحوصات طبيه، ليه ما يكونش في ليه مستشفى خاصه بالمنظومه؟ يعني دلوقتي انا عامل منظومه رياضيه، ما عنديش مستشفى، ما حدش بيفكر في الامر ده نهائيا، اني ما عنديش مستشفى خاصه بالمنظومه. تخيل، ما حدش فكر فيها نهائيا. اموال عماله تروح وتيجي، مبالغ خرافيه. ده مشروع اخر ان شاء الله باذن الله، ان مشروع حاجه اسمها مشروع صندوق، بلاش كلمه صندوق، منظومه الرعاية الصحية والطبية والمعيشية بشكل عام، منظومة كاملة. مش يعني مسميات يا سيدي مش المهم دلوقتي، المهم المحتوى، الفرق الشاسع في المحتوى.
لما حضرتك انت الاموال دي اجي دلوقتي عقود عماله زي ما قلت لكم فلوس بالظبط فلوس عماله تروح وتيجي قدامك كده كمنظومه، وهي مش منظومه اصلا، كجهه مسؤوله ومنظمه للعبه، وحضرتك شايف ده اهدار هنا واهدار هنا وخراب هنا وخراب هنا، واموال عماله تترمي في الارض. واقل ما يقال اقسم بالله ان واحد على مش عايز اقول على 1000، اقول على 100 حتى من الاموال دي تعمل لك يعني منظومه خرافيه للجانب اللي انا بقوله. فيتعمل حضرتك، والامر ده على فكره مش هيتعمل لكبار اللاعبين ولا اللي بياخدوا، لا انت هتعمل شروط ان اللي هيجي لك ده يبقى انت نفسك اهو دلوقتي، انت نفسك مطلع على عقود كامله، انت دلوقتي عملت منظومه الكامله الخاصه بيه او القطاع الخاص بمساله التعاقدات كاملا بكل مشتملاته والتثمين. فعارف كويس جدا ان السنه دي مثلا في لاعب منتقل مثلا خد مثلا يعني 10 مليون جنيه، انا بدي مثل مش، لكن طبعا بعد التثمين ده على فكره مش تثمين لاعبين فقط، لا وكمان العقود حتى العقود كمان اللي هي التجديدات، كل حاجه على فكره. فحضرتك جيت خدت مثلا فرضنا 10 مليون مثلا يعني، يبقى ازاي اضمك لمنظومه زي دي بأمارة ايه؟ لا طبعا، لان انت ما شاء الله يعني عندك مكاسب ماديه ضخمه جدا. لا الكلام ده في الاساس للدوري درجه الرابعه الثالثه، قطاعات مثلا الحاجات اللي هي يعني اللي بياخدوا عقودهم بسيطه جدا جدا، اللي بيشتغل ممكن شغلانتين ثلاثه، لا يا فندم ده الثانيه ممكن اقول اوكي. لكن تبدا بقى في الاولى بيبقى في رقابه صارمه، الاولى دي بالذات اللي هي ما يسمى الممتاز. تعالى حضرتك انت عقدك كام؟ عقدك زاد عن رينج معين، لا انت خارج المنظومه دي مش بتاعتك، انت تدي فرصه للي محتاجها. تمام. طيب هتيجي منين بقى المنظومه دي؟ بكل بساطه منظومه الرعايه، انا اسميها منظومه الرعايه المتكامله، منظومه الرعايه المتكامله. طيب اهو سبحان الله، وانا والله مش محضر والله، بس جت كده سبحان الله الفكره دي كامله. تمام. هتبقى كالاتي، عباره عن حاجه جميله جدا، كل اموال اللي بتيجي للجهه المسؤوله المنظمه في كل قطاعاتها هيتعمل هوامش للامر ده، بمعنى او يستقطع جزء. يعني سي دلوقتي في لاعب او بينتقل من نادي وعن طريقي انا كمنظومه او كجهه مسؤوله، فعارف كويس جدا ده بيتنقل بكام. لما اجي اقول في 5% من التعاقد ده، 5%، ما قلتش 10، ما قلتش 20. وكيل اللاعبين يا جماعه ما يسمى وكلاء اللاعبين، شوف بياخد كام، ما يسمى اللي هو اصلا ابعد ما يكون عن كلمه وكيل، لكن بيشوفوا بياخد كام. ادي مثل بسيط، شوفوا الانديه بتهدر كام. فلما اجي اقول حضرتك لا انت دلوقتي العقد قدامي اللي بيتم ده او التجديد او البيع او ايا كان مسمى او اعاره او غيره، بيدور في فلك مثلا يعني 10 مليون جنيه مثلا. فلما اجي اقول انا نص مليون جنيه خلاص بتضاف او بتخصم او ايا كان المسمى، سي نادي فانا بخصم ادي نص مليون جنيه. انا يا سيدي مش عايز حاجه كجهه منظمه، ما عنديش مشكله خالص، انا بحافظ على اموال اللعبه بمعنى الكلمه، بحافظ على حقوق اللي محتاج، حقوق جميع طبعا لكن المحتاج اكتر. فانا بجيبها بجنب النص مليون ده، حتى ده في عقد واحد يا فندم، انا بدي مثل وبتكلم ايه على 10 مليون. يعني لو بنتكلم في الواقع اللي احنا فيه ده، اقسم بالله انت تعمل مستشفى في يوم. تمام. تعالى حضرتك المشكله انت تقدر تعمل كمان مدرسه مثلا للامر ده، مثلا اللاعبين اللي عندهم مشاكل ان قدراتهم ماديه يعني ضعيفه فمش قادرين يدخلوا اولادهم، تبقى مدرسه زي كده. ليه لا؟ لما مدرسه مثلا اقول مثلا تقدر تشيل سي في كل قطاعاتها مثلا تشيل 5000 مثلا، يعني انت بتتكلم في 5000 لاعب، 5000 اسره، مثل بسيط. وطبعا برضو ليها نظام معين، يعني تثبت انت مش قادر انت تودي الولد المدرسه مش عارف ايه، ليها نظام واسلوب معين. وانا كده اللي براقب على عقودك وعارف كويس انت بتكسب ايه وبتاخد ايه، انا اللي براقب. دي نقطه مهمه جدا، فدي نقطه بتسهل جدا الامر، عكس دلوقتي تماما. انت لا عارف اللاعب بيكسب ايه ولا عامل ايه ولا مشاريع تجاريه بره ولا الدنيا ماشيه ازاي ولا ده بيكسب ولا ما بيكسبش، وكله داخل الحابل بالنابل. فعشان كده في ناس بتداس في الرجلين زي ما بيقولوا للاسف. طيب تعالى حضرتك زائد المستشفى دي كمان هتدير ارباح كبيره جدا، والمدرسه نفس القصه وغيره. ليه؟ لان بكل بساطه حضرتك المستشفى دي انت هتستخدمها مش فقط للرعايه الصحيه ليه اللي محتاجين فقط، لا كمان تعالى للفطاحل بقى بتوع دوري الدرجه الاولى وبالذات الانديه الكبيره، بدل ما حضرتك تروح بره ولا تعمل قياسات ولا مش عارف ايه ولا طب ما المستشفى متكامله اهي وموثقه وخاصه بالاتحاد نفسه او الجهه المسؤوله، مش بحب كلمه الاتحاد، اقول الجهه المسؤوله عن اللعبه ايا كان مسماها. فحضرتك تعمل ده ليه مشكله؟ يعني مثلا زي اللي اتعمل في قطر،
قطر عملت السبيطار او الثانيه اسمها ايه مش متذكر. الاول بدات بمستشفى صغيره جدا، بعد كده بقى مركز طبي ضخم جدا، بعد كده بقى صرح مذهل، بعد كده بقى استشفاء. ايه المشكله ما يكون حاجه زي دي؟ من الاموال الخرافيه اللي بتدفع كل سنه، كل سنه اطور اكتر واعمل اكتر، وتبقى هي المستشفى الخاصه بمنظومه اللعبه والمسؤول عنها من ضمن المشروع المتكامل. ما ده لسه بقى هجيله، ده بقى الكريزه، ده بقى الكريزه سايبه للاخر، ده بقى اللي هيتبني عليه كل اللي انا بقوله ده. طيب نفس الكلام مدرسه، نفس الكلام ممكن جدا تبقى امور اخرى طبعا مش تجاريه بالمعنى، لا اقصد حاجات صناعيه ممكن جدا كمان تدخل في الموضوع برضو، خاصه بالاتحاد، تبقى بتخدم على اللعبه. ما بكلمش مش بقول سوبر ماركت يا جماعه ولا لا، طبعا انا بتكلم في حاجات خاصه باللعبه نفسها. ايه المشكله لما انا اعمل مصانع خاصه ب سي مثلا مهمات اللعبه مثلا على سبيل المثال، التي شيرت، الشرابات، الستارزات، حاجات من دي مثلا، على الاقل انها تدي للاعبي الدوري الدرجه الرابعه والثالثه والثانيه اللي مش لاقيين يشتروا كور، تخيلوا مش لاقيين يشتروا كورات. ايه المشكله لما انا اعمل مصانع دي هنا على الاقل؟ يبقى انا هنا بشجع صناعه رائعه جدا مصريه، ببني بعمل كمان بفتح بيوت كتير جدا جدا، بوفر مبالغ كبيره جدا على الانديه اللي مش لاقيه ومش قادره على سبيل المثال، يعني حاجه من ابسط ما يمكن. فلما حضرتك تجمع المبالغ دي من عقود فعليه جايه، لما يجي عقد اللاعب من بره زي كده مثلا، زي اللي حصل مثلا مع وسام ابو علي مثلا، يعني التعاقد كله يتم فيه الجهه المسؤوله بكامله. هنا الامور شفافه تماما، معروف اللاعب هيجي له ايه بالظبط، الدنيا ماشيه ازاي، كل حاجه بالتفصيل. ان كان في حق رعايه للنادي بتاعه يروح له بكل احترام وبكل ذوق عن طريقي انا، مش النادي بره القصه تماما. النادي فقط يقبض اموال فقط، انت لا ليك دعوه ولا بتفاوض ولا ليك دعوه بتعاقدات ولا غيره. ولان الايام اثبتت واكدت 100% ان البند ده كارثي في الانديه، غير طبعا التعميه والاخفاءات انا اسف لفظ ما اوصل كلمه تدليس احيانا، مش بقول يعني مش بقول الكل طبعا، بقول البعض يا سيدي، البعض تمام، عدم الشفافيه، عدم المكاشفه، عدم المصارحه، حدث ولا حرج. طيب فحضرتك ادي مثل اخر، اما اعمل حاجه رائعه بمعنى الكلمه زي كده، الاموال دي كلها تروح للانديه اللي محتاجه، الانديه اللي مش لاقيه بمعنى الكلمه، طبعا مع اضافه مشاريع الاخرى الخرافيه لسه هجيلها كمان، اللي طبعا توفر حاجات رائعه للانديه دي. طيب تعالى مشروع بعد كده، والفكره دي خلاص تعتبر كده اتوثقت يا جماعه، الفكره دي فعليا كده دي فكره جديده الحمد لله، احمد ربنا اشكر فضله اهي، سبحان الله والله تبادرت لذهني دلوقتي وانا بكلمكم، اقسم بالله سبحان الله، فبوثقها دلوقتي برضو في نفس الحلقه. فكره رائعه، منظومه الرعايه المتكامله للاعبي كره القدم، مش لاعبي فقط، لكل قطاع كره القدم على فكره، مش لاعبي فقط، كل قطاع كره القدم بشكل من اروع ما يمكن. طيب مشروع رقم 4 بتكلم هنا حضرتك في مشروع دمج الأندية، مشروع رائع مذهل مدوي، مشروع خاص بدمج الأندية وشرحته بالتفصيل كامل، ارجعوا له بعد إذنكم. مشروع ليه مميزات أقل ما يقال عليها مذهلة، ونفس الأمر يستقيم على مشروع آخر زيه بالظبط، مشروع اتحاد الأندية ودمج الأندية، ممكن أقول ده على بعضه يدخل في مشروع واحد. اتحاد الأندية ودمج الأندية ده ليه أندية معينة تعمل اتحاد، أندية معينة تعمل دمج، وليه أسس وليه نظم معينة وليه اختلافات كده محددة. تمام، مشروع مذهل، لكن هو فقط يختص بأندية الجماهيرية والشعبية والتاريخية. الجماهيرية والشعبية والتاريخية بجيبهم من فوق لتحت، جماهيرية أعلى حاجة، ثم شعبية، ثم تاريخية. المشروع ده للثلاثي ده بالتحديد أكتر، الثنائي الأولاني جماهيرية وشعبية، فوائد لا تعد ولا تحصل. المشروع عندكم او الافكار المدويه عندكم موجوده، شوفوها. تمام، وطبعا نعمل فرق مذهل. تعالى مشروع اللي بعد كده حضرتك، هو مشروع الانديه مشروع منظومه الانديه الشعبيه والجماهيريه والتاريخيه. دي منظومه، احنا خلاص خلصنا من دمج، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في منظومه مش رابطه، لا طبعا منظومه كامله متكامله بقرارات، بأشخاص فاعلين بمعنى الكلمة، بكفاءات، بقدرات، بإمكانيات، بأفكار، بابتكارات، ببطولات، مشروع متكامل يا جماعة. طبعا مش داخل فيه الأهلي والزمالك، بدون الأهلي والزمالك على فكرة، المشروع ده فقط للأندية الأخرى.
تمام. وخلوا بالكم انه الاجمل والاروع كمان انه يتعمل بعد الاولاني. شوفوا بقول لكم المشروع بتخدم على بعضها، ان يبقى بعمل الاول مشروع الدمج والاتحاد او الاتحاد او الدمج ايا كان حسب طبيعه كل نادي، ثم بعد كده بعمل المشروع اللي بعده على طول هيعمل تأثير أروع بكتير جدا لو اتعمل الأولاني قبله، اللي هو مشروع خاص بمنظومة الأندية الجماهيرية والشعبية والتاريخية. تمام. ده هيكون منظومة كاملة متكاملة زي ما قلت، بكاملها، ببطولاتها، بقراراتها، بلوائحها، بقوانين، بكل حاجة، بتأثيراتها القوية جدا، بكل شيء. طبعا ده يؤدي لإيه؟ لفوائد من أروع ما يمكن، فوائد لا تعد ولا تحصى. طيب تعالى بعد كده حضرتك، انا بشرح باختصار يا جماعه عشان الموضوع كبير جدا. تعالى بعد كده، على فكره بكمل الذاكره والله، يعني ممكن تقع مني حاجات بس يعني ده فعليا. تعالى بعد كده حضرتك لمشروع اخر، وهو مشروع هيكلة الرياضة. هيكلة الرياضة في الأندية برضو مهم جدا. خلوا بالكم مش بقول يعني مش بقول على فكرة بالترتيب، يعني ممكن جدا تكون ده في التعمل في الأول، ده مهم جدا، لكن يعني اللي بفتكره بقوله. هيكلة الرياضة ده عبارة عن إيه؟ مشروع في غاية الأهمية والخطورة. الأندية اللي بتعاني بشكل جامد جدا وقوي جدا 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 في الجوانب المادية، في البنية التحتية، في تردي المنشآت، تردي البنية، بيضطر ياخد أماكن أخرى، بيضطر ياخد فروع أخرى. أنا ضد ده تماما تماما. أنا قلت أقصاها النادي يبقى ليه فرع واحد فقط في جوه المحافظة نفسها، تمام، عشان تدي فرصة لنوادي أخرى، تدي فرصة لمتنفس آخر، تخلي ما تبقاش مسيطر ومهيمن على كل مقدرات الرياضة بمعنى الكلمة، يعني موضوع بشع بمعنى الكلمة. فالمشروع بيقوم على هيكلة الرياضة، ان النادي اقصاه يكون 3 لعبات او لعبتين. يعني ايه 3 لعبات او لعبتين؟ كرة القدم هتختارها او مش هتختارها، وانت هتتحط لها كرة القدم. في طبعا الانديه الخاصه بكره القدم خلاص هي ليها الاختيار اذا كانت تكمل في كره القدم او خلاص يعني اللعبه يعني ما تبقاش موجوده عندها. لكن ما ينفعش نادي زي الاهلي او الزمالك يكون بدون كره قدم طبعا بلا جدال. والانديه الشعبيه والجماهيريه نفس القصه، ما ينفعش اقول الاتحاد، ما ينفعش اقول مصر، ما ينفعش اقول الشرقيه، ما ينفعش اقول اسوان، ما ينفعش اقول السوهاج، بدون ما ينفعش. لكن انا بدي الشانس لبعض الانديه الاخرى اللي هي الجماهيريه والشعبيه. لكن طبعا المشروع بيقوم في الاساس على استبعاد تام للانديه الانديه الشركات والهيئات والمملوكه الافراد، دي ما فيهاش خلاص، دي تستبعد من منظومه كره القدم نهائيا. ويتم الامر ان انت ليك الاختيار 3 لعبات. انت عايز تكمل يبقى تكمل ب3 لعبات، 3 لعبات تختارهم، تمام، هم دول الاساس. لكن انت كفريق عنده كرة قدم يختار لعبة واحدة اخرى فقط، يعني كرة القدم ولعبة اخرى. طبعا كرة القدم جميع القطاعات وجميع الاعمار السنية، ولعبة اخرى نفس الكلام، فقط لا غير. حضرتك مسؤول عن فقط لا غير لعبتين، كرة قدم من إحداهم، أو كرة القدم مش متواجدة يبقى 3 لعبات فقط لا غير. طبعا أمر بيختلف تماما، والفكرة موجودة والابتكار المذهل موجود، ارجعوا له عشان برضو ما أطولش كتير. تمام. تعال حضرتك لمشروع مذهل آخر، مشروع المذهل منظومة الاستفادة الكاملة والمتكاملة والتنشئة والتقويم. يعني أنا كنت عاملها تايتل كده بس عشان ببسط الأمر، من اللاعبين من جميع الأعمار السنية داخل الأندية والمنشآت. إني بعمل منظومة اسمها منظومة خاصة بيه، بيبقى فيها متخصص النفسي أو قطاع النفسي أيا كان، ممكن يبقى أكتر من حد متخصص حسب الاحتياج. انت عندك مثلا منظومه كرويه كبيره جدا مثلا، فمحتاج طبعا اكتر من متخصص، زائد متخصص في الجانب الاجتماعي او منظومه الجانب الاجتماعي، منظومه الجانب الديني طبعا ده قبل اي حاجه، منظومه الجانب الفسيولوجي الخاص بالجانب اللي هو البشري يعني، تمام، الخاص بالامراض البشريه العاديه، تمام. منظومه مذهله يا جماعه، منظومه مذهله تشتغل طول السنه، مش وقت احتياج فقط. تنشئه، نوع من التقويم، التربيه الصحيحه بالذات للقطاعات الصغرى اللي بيشتكوا تاني يولولوا يقول لك الموضوع الانفلات والجوانب الاخلاقيه ومشاكل اللاعبين ده كان لازم يتعمل من الصغر. طب اهو انا بقول لك اهو، لكن دي المنظومه الرائعه دي لكل التوقيتات بمعنى الكلمه، لكل الفئات، لكل الاعمار. طيب طبعا مش عايز اقول لكم فوائد قد ايه، فوائد من جميع النواحي ومن جميع الجوانب، وبالذات الجوانب الماديه كمان والجوانب الاقتصاديه. طيب تعالى مشروع اخر مذهل بمعنى الكلمه، مشروع المدوي. وده يمكن انا قلت هو ده يعني هسيبه الاخر كريزه، لكن هقوله دلوقتي.
المشروع الخاص بتملك أو انتفاع أو إدارة بشكل نوع من التوكيل أو الوكالة من الجهة المسؤولة الأساسية الاتحاد الدولي. إزاي؟ إن الاتحاد المصري أو الجهة المسؤولة يعني كان مسماها في مصر طبعا ده في حد ذاته يعني فكرة خرافية عملتها. إزاي؟ إن يتعمل جهة صحيحة منظومة حقيقية كاملة متكاملة على أعلى مستوى طبعا أبعد ما يكون على الموجود حاليا تماما أو سابقا. وده الأساس طبعا. بعد كده يتم حاجة اسمها وكالة إدارة بوكالة يعني كنوع من التملك داخل مصر للعبة، مسؤولية الكاملة طبعا تحت إشراف معين تحت أسس وأطر محددة من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي. فالمفترض ان يتم طلب ده اني انا كاني متملك اللعبه، يعني انا اللي بدير شؤون اللعبه كامله هنا في مصر، انا المسؤول عنها بشكل كامل، انا اللي بعمل كل حاجه وبدير كل حاجه. ده يؤهلك بعد كده لان انت ازاي تعمل كل الابتكارات والافكار المدويه اللي انا عاملها والمشاريع المذهله الاخرى. تمام. فده فوائد رهيبه يا جماعه. وبرده الفكره موجوده بكاملها ازاي يتم التملك، عاملها مذاكرها كتير جدا ازاي يتم تملك الامر ده حتى لو بشكل وكاله كانك وكيل عن الملك الاساسي اللي هو طبعا الفيفا. تمام. فوائد الرائعه والمذهله لده من جميع النواحي. طيب تعالى بعد كده حضرتك لفكر او ابتكار مذهل اخر او مشروع اخر هو خاص بمحكمة العدالة الرياضية، محكمة مدوية اللي هي او منظومة العدالة الرياضية اللي هي بيكون جواها نظام التقاضي، نظام ال اي نوع من انواع البت في اي مشاكل اي امور فقط هتكون جوه المنظومة دي. مفيش اي منظومات اخرى، مفيش اي اماكن اخرى نهائيا هيتم احالة اي مشاحنات او مشاكل او ازمات او قضايا او غيره في داخل كرة القدم كاملة، داخل قطاع كاملا بكل مشتملاته لاي جهة اخرى. الجهة الوحيدة المنوط بها هي الجهة دي فقط لا غير، فقط لا غير. طبعا بفوائد لا تعد ولا تحصى اخرى. مشروع مذهل يا جماعة، مشروع مذهل هيعمل فرق خرافي بمعنى الكلمة. تمام. دي مشروع اخر. تمام. تعالى بعد كده بقى لي زي ما بيقولوا حبة الكريز بمعنى الكلمة، لعبتي الرياضية المذهلة المدوية الكاملة المتكاملة المفاد ثغرة المليئة بالإيجابيات والفوائد، لعبة سوبر بول. وانا استقريت على الاسم على فكرة، شايف هو الاسم الافضل بكل معاني الكلمة، لان حتى كلمة كرة القدم او مسمى كرة القدم اسمها شافه قاصر جدا، لان اللعبة مش بتلعب بالقدم فقط. تمام. انت كده حاصرها في القدم فقط، اللعبة اعم واشمل من كده. لكن انا عندي بقى اعم واشمل اكتر واكتر وامتع واقوى وافضل واحسن ومتجددة دائما ومليئة بالايجابيات الرائعة والنظام والاسس وكل حاجة. لعبة سوبر بول. طب هل هي فقط؟ هل اللعبة الأساسية فقط؟ لا يا فندم، تحتها بيندرج 3 أو 4 ألعاب أخرى منبثقة منها من أروع ما يمكن. فاميلي سوبر بول بكاملها. تمام. اللي هي فيها جونيور، فيها وومنز أو الليديز، فيها كمان قلنا الجونيور، قلنا كمان في كمان اللي هم الاكبر شويه اللي هم ما بيمارسوش في اللعبه الاساسيه، وفي كمان للمعتزلين عامل افكار خرافيه للمعتزلين. اللاعبين المعتزلين في اول فتراتهم بيبقوا عندهم شغف وعندهم رغبه شديده جدا لانهم يمارسوا اللعبه، لكن مش قادرين في اللعبه الاساسيه يعني اسباب كتير جدا. فانا بعمل لهم كمان بطولات يا جماعه، بعمل لهم بطولات حقيقيه، بطولات قويه جدا، وبيكون الجمهور متعطش ليهم على فكره. ان اشاهد اللاعب اللي لسه معتزل ده واعتزل الاسباب، ممكن يكون اصابات، ممكن يكون مشاكل، ممكن يكون فريق استغنى عنه، ممكن يكون لاسباب اخرى، ففجاه يعني بعد سنه ولا سنتين انا محتاج العب، فيكون لسه عنده القدره والامكانيه والمهاره موجوده بتاع. فليه لا؟ ليه لا؟ هتعمل فرق رهيب. دي لوحدها فكره مذهله، اني عامل بطولات للاعبين المعتزلين اللي لسه معتزلين لفتره ما وعندهم القدره والامكانيه لانهم يكونوا يعملوا شغف كبير جدا، وكمان جوانب تسويقيه رائعه جدا لبطوله رائعه جميله مميزه فيها اسماء تقيله جدا، هتبقى فيها نفس كانها بطولات حقيقيه، كانها بالظبط الدوري والكاس العاديين، وانديه برضو نفس الانديه ممكن او انديه اخرى تبقى مختصه فقط بالامر ده. ليه لا؟ ويبقى فتحت جوانب اخرى رائعه بمعنى الكلمه. الامر ده مش موجود في كره القدم نهائيا كالعاده. فمشروع مذهل بمعنى كلمة، ده لوحده يتعمل له. بصوا ده كمية مشاريع جوه بعضها. لعبتي المذهلة دي اللي هي بتنبثق منها 4 ألعاب أخرى أو 4
فئات اخرى. تمام، على فكره وهي فعلا العاب، لان فيها اختلافات شويه في القوانين والاسس. يعني بالنسبه للليديز مختلفه نسبيا عن الجونيور. تمام، الجونيور نفسها على فكره منقسمه كمان قطاعات سنيه، يعني سي 8 سنين غير 11 سنه مثلا، غير كل ده بالتفصيل شرحه لحد ما توصل حضرتك لمستوى سني معين، تبقى دخلت في قطاعات اخرى او طبيعه لعبه اخرى، ثم بعد كده وهكذا. تمام. ده يعني ده عايز اقول تقريبا المشاريع اللي انا مجهزها اللي موجوده بتفاصيلها كامله. اعتقد في تاني على فكره والله، بس انا ناسي يعني، بس كله ان شاء الله باذن الله هيبقى يعني هيتوثق. انا موثق برضو مجموعه اخرى من الامور. طبعا قلت الافكار وابتكارات والتطورات مختلفه شويه، أو يعني المشاريع اعم واشمل شيء، يعتبر ده الفطور باذن الله العمل عليه بكل قوه عشان نبدا فيه انه يكون فعلي ملموس. مش هقول لك ارض واقع او لا كل ده واقعي طبعا، لكن بقول ملموس بمعنى الكلمه. في ايه كمان يا جماعه؟ يعني متهيألي ما يعني ده اللي انا فاكره للاسف، بس ممكن يكون في حاجه تانية اعملها في حلقات تانية باذن الله. ممكن ابقى اعمل ان شاء الله ملحقات، يعني حلقات اخرى. انا بقول لك والله بفكر نفسي كمان. يعني افتكرت حاجه كمان، موضوع دوري الصعيد، مشروع المدوي للانديه الصعيديه، أندية الصعيد طبعا، وعمل دوري للصعيد، دوري وكاس على فكرة، ومش مجرد حاجات كده ودية ولا حاجات وقتية، لا طبعا حاجات إن شاء الله مستمرة بإذن الله، وليها فوائد رائعة بمعنى الكلمة. وليها تبعات كمان، ان البطولات دي هتبقى بطولات من اقوى ما يمكن، ليها جوانب تسويقيه، ليها كمان بطولات مؤهله ليها او تؤهل بعدها، اقصد مش ليها، تؤهل بعدها في افريقيا او الوطن العربي، ملزمه كمان، حاجات من دي. يعني حاجه خرافيه بمعنى الكلمه. ويمكن خليت الصعيد ليها زي بطولات خاصه بيها، لكن مش هيتعمل لها منظومه او حاجه، لا هي تبقى داخل منظومه الانديه الشعبيه والجماهيريه كامله، لكن ليها بطولاتها الخاصه. وده لان في تباعد كبير جدا في المسافات ومشاكل ضخمه بتقابلها في الامر ده. فانا لما اعمل انديه الصعيد فقط بتبقى فيها بطولات من اروع ما يمكن. على فكره الامر ده معمول في البرازيل، بس ربنا يعلم مشاهدني انا فكرتي ما استقطتهاش ابدا من اي فكره اخرى، لكن افتكرت بعد كده، انا عملت فكره من يمكن سنه وشويه اهو، لكن افتكرت بعد كده ان في الامر ده موجود في حاجه اسمها زي مقاطعات في البرازيل، وليه جوائزه، بس يمكن مش مؤهل لحاجه بره البرازيل على ما اعرف. لا انا هخلي البطل للبطوله دي، ان انت بتتكلم في الصعيد يا فندم نص مصر فعليا، ما كانش اكتر كمان كان مساحه، فانت بتتكلم فيه لا يعني مؤثر جدا جدا جدا، زائد كمان الزخم الكبير جدا، امكانيات والقدرات اللاعبين اللي بيجوا من الصعيد، فليه ما احتفظش بيهم في الصعيد وعمل لهم بطولات رائعه جدا على اعلى مستوى، وتؤهل للبطولات الافريقيه. برضو مشروع مدوي انا بشتغل عليه بكل قوه دلوقتي ان شاء الله باذن الله. فده مشروع اخر كمان طبعا فوائد مذهله بمعنى الكلمه. كمان مشروع المدوي بمعنى الكلمه الغير مسبوق للاستثمار الحقيقي، الاستثمار الامثل، الاستثمار بكل معاني الكلمه، بعيد تماما عن العك اللي بيجرى دلوقتي واللي اثبت فشله تمام، والايام اثبتت كلامي في الانديه. الاستثمار في الأندية بشكل الصحيح، الأمثل، الأكمل، الأفضل، الأجود، اللي مليء بالمميزات الضخمة جدا، واللي تقريبا نون سلبيات، مفيش سلبيات نهائيا. برضو مشروع خرافي عامله الأمر ده، في عصارة قدرات وإمكانيات وخبرات وسابقة أعمال وإنجازات، الحمد لله أحمد ربنا وشكر فضله طول السنين اللي فاتت، واستراتيجيز أندية وهكذا. مشروع مذهل بمعنى الكلمة، إزاي تستثمر بجد في الأندية بفوائد مدوية للأطراف جميعا. تمام، وداخل فيه كمان افكار مذهله بمعنى الكلمه، خاص بكل ما يخص قطاع كره القدم، لو بتكلم في كره القدم بشكل خاص. طيب ده مشروع اخر كمان. مشروعي كمان ده بقى نقطه مهمه جدا 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 وبعتبرها اساسيه، الحكام يا جماعه. مشروع مش هقول كلمه تطوير، مش هقول كلمه مش عارف ايه، لا، مشروع بناء حكم بمعنى الكلمه، والمحافظة والارتقاء بالحكام الحاليين. مشروع مذهل عن طريق أفكار مذهلة حطيتها في بعض، عمل لها كده زي نسيج من أروع ما يمكن. إزاي تعمل ده؟ بناء حكم حقيقي قبل ما يكون بناء ترغيب الحكام، إزاي ترغب أكبر كم ممكن في أنهم يكونوا حكام أساسا في الأساس، بناء قاعدة أصلا، ثم بناء الحكم نفسه بشكل من أروع ما يمكن ومن أقوى ما يمكن، ثم الارتقاء بيهم بأفضل صورة ممكنة بمعنى الكلمة، وبالحاليين كمان.
في اكتر من كده ايه، مشروع مذهل بمعنى الكلمه، بيكلموا بقالهم سنين انهم بيعملوا حاجه زي دي، وادي المردود والنتيجه يا فندم. بوريكم الفرق البسيط جدا، يعني ده ابسط حاجه، ابسط حاجه. شوفوا من سنين قد ايه، هو ده الواقع اللي بنتكلم فيه، هو ده الملموس، ملموس يعني فين حد يقول لي كده سلبيات لا تعد ولا تحصى، التحكيم بينحدر من أسوأ لأسوأ، وهم في الأصل شغالين بقالهم سنين، مشروع مش عارف ايه، مشروع ايه بقالهم سنين يا جماعه. وكل واحد يجي يمسك لجنه التحكيم ويعمل مشروع برضه نفس القصه وفشل ذريع. طب جربوني بقى انا، جربوني، رغم ان اللي انا بقوله سبحان الله هو اللي بيتنفذ من قبل الفيفا دلوقتي. كل ما يخص التحكيم هو اللي بيتنفذ يا فندم، اللي انا سابقه فيه بسنين او شهور. الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. فلما ابلور كل الافكار دي واعملها في نسيج متكامل من اروع ما يمكن، ويتعملوا كمشروع متكامل لكل ما يخص التحكيم، فمشروع مذهل بمعنى الكلمه، لعمود اساسي وهامل الغايه، هو مشروع الحكام او التحكيم، او مشروع زي ما قلت بناء حكم الاول. ازاي تعمل قاعده صحيحه، ثم وترغب الاكبر كم ممكن في التحكيم، ثم بناء الحكم بمعنى الكلمه بكل مشتملاتها من جميع النواحي، ثم والمحافظه كمان عليهم والارتقاء بيهم مع الحكام الحاليين كمان. يعني دول هيدخلوا داخل هذا المشروع بكل معاني الكلمه، وتفرج حضرتك في الاخر على المميزات. طبعا قبل كل اللي انا بقوله ده، هو مشروعي المتكامل المدوي غير مسبوق لعمل منظومه كامله متكامله لاداره الكره المصريه. بس ده ابسط حاجه يعني، بجميع اقول ايه، بجميع اقسامها. طبعا خلاص انا قلت دي منظومه متكامله، فيصبح منها منظومات اصغر عشان ابسط الدنيا، فهقول اقسامها. لكن كلمه لجان، كلمه بتنجان، انا ماليش في الكلام ده خالص. انا ليا في منظومه متكامله ينبثق منها منظومات اقل في الحجم، لكن كلها منظومات، لان انا عملت اساس مظبوط على اعلى مستوى على اروع شكل اسمه منظومه متكامله، فادى الايه، ادى المنظومات الاصغر. تمام. فمن كل قطعه طبعا مش يعني مش هقص يبقى اكتر بكتير فيه، لا يعني عشان ابسط الامر الحلقه ما تطولش كتير جدا، لكن منظومه موجوده بالتفصيل الكامل. ازاي اعمل حاجه، بصوا يا جماعه، اقل ما يقال عليها مدويه بمعنى الكلمه لاداره الكره المصريه بمعنى الكلمه. طبعا اساسها اشخاص وافراد ووجوه مختلفه تماما، لاني مش بجيب وجوه واشخاص وافراد يا فندم، انا بجيب عقليات، بجيب امكانيات، بجيب قدرات، ثم ممكن بعد كده اخر حاجه في اخر الطابور الخبرات فقط. تمام. لكن قبل كده زي ما قلت عقليات، قدرات، امكانيات، تمام، انجازات، ثم بعد كده افكر في الخبرات تيجي في الاخر خالص. لما كل ده يتوفر في الاول هفاضل، يبقى ممكن اقول تيجي بعد كده جزئيه الخبرات، بس خبرات ايه، خبرات ايجابيه مش خبرات سلبيه. يعني خبره فرحتي بالخبرات، بس انت عملت ايه يا فندم بخبراتك على سبيل المثال. طيب، فادي مشروع اخر. يعني انا متهيألي كام دول يا جماعه، يمكن عدينا ال 10 12 15 عدد كبير جدا، لكن باذن الله ان شاء الله باذن الله دول يعني في حاجات اخرى كمان، لكن دول يعتبروا العاجلين جدا والمهمين للغايه، واللي طبعا بعد كده الباقي هيجي وراه باسهل ما يمكن وابسط ما يمكن. لا بصوا، انا دول بالظبط زي ايه، عمدان لبنايه من أكبر وأقوى وأمتع وأمتن وأجمل ما يمكن بكل معاني الكلمة. فحضرتك بتعمل أساساتها ثم بتعمل عمدانها. فاللي بقوله ده هي الأساسات ولا عمدان من أقوى وأفضل ما يمكن، لأن ده اللي هيحافظ وده اللي هيحمل وده اللي هيشيل بمعنى الكلمة ويحافظ على البناية كاملة بعد كده. لكن طبعا ده ما بيحصلش الآن عندنا، دايما البناية هي اصلا شكلا مش قد كده تماما، لكن حتى كمان الاساسات مخوخه تماما، العمدان في اسوأ حاله ممكنه، زي دي مفيش اصلا كمان، فحدث ولا حرج. عشان كده بتشوف حضرتك تبعات ده ان اي هزه ولو ابسط ما يمكن، انا اسف لفظ ما اقول، حتى من اقل ما حضرتك اقل ما تتخيل يؤدي لايه، يؤدي للاهتزازات البشعه اللي انت بتشوفها دي في منظومه ايه، في قطاع كره القدم، في اداره كره القدم. لكن حضرتك عامل اساس راسخ قوي جامد على اعلى مستوى، ضارب في الارض بمعنى الكلمه بشكل من اروع ما يمكن، عامل عمدان على اقوى ما يمكن واروع وامتن شكل،
خلاص البناية بتاعتك اقول لك ايه، مفيش، انسى خلاص اي شيء سلبي. بس ده باختصار، والله باختصار جدا جدا كمان، ومش عايز اطول اكتر من كده، لكن ان شاء الله تباعا اي هيبقى فيه بعد كده باذن الله لو في اي مشاريع اخرى افتكرتها او جدت هعملها حلقات خاصه بيها باذن الله ان شاء الله باذن الله. واشوفكم على خير، ودعواتكم بمعنى الكلمه، لان كل ده لصالح الجميع قبل ما يكون لصالح فرد او لصالح حتى قطاع معين، لا هو لصالح الجميع، وانتوا اول المستفيدين بمعنى الكلمه من كل اللي انا بعمله ده. فدعواتكم، مش عايز اقول اقل حاجه دعواتكم، مش هتكلم بقى في ان انت تشير وتبعت وتعمل وبتاع، لا عايز انا مثلا مش عايز، مش فارق معايا، لكن اللي يهمني جدا جدا هي دعواتكم، مساندتكم حتى بالدعاء، ان ربنا يوفق، يسدد خطانا، ويطلع كل ده ان شاء الله باذن الله بشكل ملموس. وتاني بكرر، مش هقول حقيقي ولا واقعي، لان كل اللي قدامكم ده واقعي وحقيقي، ونفذ بعض منه من جهات اخرى للاسف، وانا مش هسكت ومش هسيب حقوقي ابدا نهائيا. لكن اهو شوف اصبح عمل ايه، وعمل صدى خرافي قد ايه، رغم ان النفذ ده ما يجيش حاجه جنب اللي انا بقوله. بس مشروع اخر مدوي بمعنى الكلمه، مذهل، خرافي، اعجازي، اقل ما يقال عليه، مشروع حافز الابداع او الحافز الابداعي او ايا كان المسمى. بيقوم المشروع المذهل ده على ازاي ان انت تحافظ على الفير بلاي بكل معاني الكلمه، العداله المطلقه الكامله في المباريات، ازاي انت تدي كل حد حقه، ازاي ان الفرق اللي بتدفع مبالغ طائله وبتبذل غالي ونفيس بكل معاني الكلمه تلاقي المكسب العادي الحقيقي، وكمان تاخد حقها الكامل بمعنى الكلمة. في ازاي ان انت تعمل كرة رائعة جميلة ممتعة بكل المقاييس، كل ده في الحافز الإبداعي أو حافز الإبداع. تمنع تماما التدليس، تمنع تماما ما يسمى المراهنات نهائيا بالأمر ده، تمنع تماما المكسب الغير نظيف، تمنع تماما طرق اللعب السيئة والسلبية، تمنع تماما المدربين اللي بيرتكنوا على الفوز ب عدم متعة، عدم عايز اقول ايه، عدم رغبة حقيقية، تمنع تمنع الامور السلبية والخاطئة اللي ممكن جدا بيتم الفوز بيها بكل انواعها واشكالها. مشروع خرافي رائع بمعنى الكلمة، او هي فكرة تؤدي المشروع مدوي حافز الابداع في الأندية في البطولات. تعالى كمان مشروع مذهل آخر خاص بإعطاء الحقوق لأصحابها أثناء المباريات نفسها. إزاي؟ إحنا قلنا خلاص في محكمة العدالة الرياضية، لكن دي خاصة بالنزاعات، بالمشاكل، الأزمات بأيا كان. لكن ليه تؤدي أنت مشروعي ده بقى هيوصلك إن أنت أي أمور داخل المباراة نفسها، أي أمور فنية، أي أمور خاصة بالجانب التحكيمي، أي أخطاء أيا كانت، الفرقة بتاخد حقها أثناء المباريات يا فندم. إن فرضنا حتى بعد انتهاء المباراة بيكون بعدها مباشرة بشكل ناجح ورائع جدا جدا، اللي بيخلي حضرتك تبقى أنت داخل البطولة صارف مبالغ طائلة، عامل مجهود مذهل كبير جدا، شاري لاعبين، صارف مبالغ ضخمة، عامل معسكرات وهكذا، ومجهود طول السنة، وتفقده بأخطاء تحكيمية أو بطولات مجمعة بتبقى بطولات قوية جدا زي كأس العالم للأندية مثلا بشكله جديد، زي مثلا بطولات الخاصة بالمجمعة الخاصة بالأندية أو المنتخبات. عامل مشروع بسيط للغاية ورائع جدا، ازاي انت حضرتك تترد حقوقك أثناء المباريات نفسها تماما، تخليك انت مرتاح جدا وانت بتلعب، مفيش اي مشاحنات، تمنع اي ازمات، مشاكل داخل الملعب، اي مهاترات اعلاميه بكل معاني الكلمه، لان خلاص معروف ان في خلاص حاجه كامله متكامله لرد الحقوق اثناء المباراه، حتى مش بعدها بشهر وشهرين وسنه وسنتين، لا ده اثناء المباراه نفسها او بعدها مباشره في حالات نادره جدا على سبيل المثال. طيب
برضو موجود بالتفصيل الكامل. مشروعي للهوم ريفري، مشروعي المدوي للهوم ريفري. الفار اللي تكاليفه دلوقتي ناس كتير جدا طلعت تتكلم على ان في يعني اتقال في احد الحلقات في احد البرامج المتابعه في مصر ان الامر بقى فيه سبوبه يا جماعه، ان الامر فيه قالوها كده في سبوبه، ان انت بتجيب حكام الفار بمبالغ طائله. انا اول حد فتحت الملف ده لو فاكرين، اول حد اتكلمت على ان المبالغ اللي بتيجي بيها الفار دي غريبه وعجيبه ومش طبيعيه ومش مفهومه، وانا ما تقبلهاش نهائيا واتحطها واثبت، رغم اني انا حد مش متخصص بنسبه بنسبه كافيه في مساله الاخراج التلفزيوني، لكن اثبتها اني بالعقل وبالمنطق انها لا تساوي الكلام ده نهائيا، وكان وقتها مبلغ اقل بكتير جدا من اللي بيتقال دلوقتي. فعملت البديل الرائع المدوي. طبعا عملت كل الافكار والابتكارات وكل اللوائح والقوانين الخاصه بالفار، حاجات مدويه مذهله، لكن كمان عملت بديل رائع وبسيط وسهل، لان كمان فرق كتير جدا جدا واقسام كتير جدا مش هتقدر تجيب الفار حتى لو بالثمن الفعلي. لكن انا عملت الاسهل والافضل، مشروعي لحاجه اسمها الهوم ريفري، حكم المنزل. تمام، حكم المنزل، وداخل جواه حاجه اسمها تي في ار، مش الفار، التي في ار الاعتماد على التلفزيون، اعتماد على الكادر العادي. ممكن جدا كمان تعتمد على كادرات عاديه جدا جدا بابسط الامور بموبايلات كمان. فهوم ريفري، حكم الحكم الخاص بالهوم هيبقى في مكان عادي جدا، في مكان مقفول عليه، مجازا سميته الهوم، حكم المنزل، لانه ممكن جدا حتى يكون في بيته، مش محتاج كادرات معينه، مش محتاج اخراج معين، مش محتاج اجهزه معينه خالص. وانا قلت الموضوع ده انا عملته بنفسي، عملته كتير جدا على فكره، واثبت نجاح رائع بمعنى الكلمه. فادي مشروع اخر بيوفر مبالغ طائله بمعنى الكلمه، ونسبه نجاحه كبيره جدا 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 جدا، متقاربه للغايه مع الفار، ما يكونش نفس الكفاءه. فادي امر اخر كمان. عموما ده كل حاجة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله، وانتظروني في حلقات مدوية قادمة إن شاء الله على قنوات Amazing Sport في Amazing Media. وده في حد ذاته مشروع على فكرة، ده في حد ذاته مشروع أتمنى يا رب إن أنفذه في أسرع وقت ويطلع للجميع ويبقى ملموس إن شاء الله بإذن الله. وأشوفكم على خير.